على الرغم من استقبال ارسنال الهدف اول نص ساعه في المباراه عن طريق ضربه الجزاء اللي سجلها سعيد بن رحمه، الا ان ده ما اثرش خالص على السيطره الكامله على مجريات المباراه بكل النواحي لنادي ارسنال. كلام في الكوره مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. يلا بينا نبتدي نتكلم عن المباراه. ابتدت المباراة في وجود واحد من أهم المدربين اللي مروا على تاريخ أرسنال، وهو أرسن فينجر، صاحب الرقم الصعب والرقم المستحيل، الدوري اللي بدون خسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي. ويعني كنا بنقول ان يعني وجوده ده هيكون بشرة خير وان الماتش يكون كويس، لكن ارسنال استقبلت ضربة جزاء وبخطأ يعني ممكن نتكلم فيه. اللاعب عمل تاكلينج على بعد خطوط ال 18 بشويه صغيرين، فبيلن ولا مش بيلن، المهم ان اتحسبت بيلن. دخل الجزائري سعيد بن رحمه حطها كويس جدا رغم انها في نص الجون، بس كويس جدا ومش مشكله، هو عربي وهنطبل له. بس ما بعد ذلك الاستحواذ دام في رجل نادي ارسنال بصوره غير عاديه. ورغم ان ارسنال يمتلك لعيبه اغلبيتها شابه، اغلبيتها جديده، اغلبيتها يعني توليفه ركبها مع بعض كده ارتيتا، الا ان التوليفه والطبخه مطلعه طعم ومذاق غير عادي. ونقدر نقول عندهم شخصية في الملعب مش موجودة عند لعيبة كتير في الدوري الانجليزي. ومش بس كده، في حاجة في الكورة بتقولك ان المكسب بيجيب مكسب. الرجالة دي مركزة قوي على الموضوع ده، وبتحاول على قد ما تقدر انها ما تخسرش اي نقط بسهولة. ولذلك الامر ده لما انت تتفرج على المباراة وانت بتتفرج على الماتش شايف ومتأكد ان ارسنال كده كده هتتعادل. وفي تسديدة قوية من مارتن يعني اوديجارد سجل شاطها رجعت على ساكا، ساكا راح حاطط الجون والتعادل. اللي انا مش فاهم بالمناسبة واحد زي اوديجارد ده خرج من ريال مدريد كده ازاي، يعني خرج كده ازاي؟ بس مش مشكلة، اهو موجود دلوقتي، ويعني رب ضارة نافعة عند ناس تانية، وهو موجود دلوقتي عند نادي ارسنال وبيقدر يستخدمه ارتيتا كويس جدا. كمان انا مش فاهم برضو لما اسبانيا شالت انريكي ازاي ما فكرتش لحد دلوقتي انها تجيب ارتيتا يمسك المنتخب الاسباني. دي انا مش يعني مش جايه معايا لحد دلوقتي، لسه مش عارف ليه اسمه حتى مش مطروح، او على حتى لو اسمه مطروح ليه مش السبوت اكتر عليه. بس ما علينا. من الواضح ان ارسنال يعني في التوقف بتاع كاس العالم ما ضرهاش، هي فادها. وليه وشايف كمان ان هو يعني كان خلى ارسنال استعدت اكتر. وفكره ان انت تبقى خسران في مباراه وتسيطر عليها لحد ما ترجع وتعمل الفارق بين واحد واثنين وثلاثه وتسجل، لا. اللعيبه دي صغيره بس عندها شخصيه قويه جدا. اللعيبه دي صغيره لكن تقدر تنفذ الفكر المدرب اللي بيقول عليه. وانا شايف ان كره ارسنال بتلعب في خطوط الدفاع بتاع اي فرقه بتواجهها بصوره ممتازه، رغم ان ويست هام دي كانت بايته عندها في ال 18 وبتلعب على السكند بول وبتلعب على الكاونتر اتاك، لان برضه فرقه ارسنال كانت قادره تفتت الدفاع ده باكتر من وسيله، وكان تمتلك كتير من الاسلحه. عندك مارتينيلي بيقدر واحد على واحد يعدي، بيشوط كويس جدا، بيخترق الدفاع كويس جدا، الكرات القصيره اللي بيترجمها كويس قوي. اللعيبه بتاعت ارسنال، اللعيبه دي بحس انها مش يعني مش بتظهر باحسن حالاتها غير مع ارتيتا. يعني هي التوليفه دي ماشيه كويس قوي والرجاله حافظين بعض، وفي كتير من المواقف حتى وانت بتشوف اللعيبه اللي هي بتخرج وبتدخل، لاعب زي سانشينكو لما دخل المباراه، واللاعب زي مارتينيلي وهو خارج في اخر 10 دقائق من المباراه، تحس ان انت مش قلقان وانت مش خايف، انت عارف ان ارتيتا عنده البديل او عنده الخطه في الملعب، او هو سيطر السيطره الكامله على المباراة. بصراحة أنا من الواحد من الناس يعني كمصري حاولت ان انا اشوف يعني، او قصدي انتظرت ان انا اشوف ارتيتا يدي لاعب زي محمد النني وقت في المباراه. يعني كان نفسي ان يديله وقت في المباراه ويكون كبير شويه، يعني يكون وقت كبير شويه، خصوصا ان انت ضامن المباراه، انت فارق بهدفين ومستريح ومسيطر على مجريات المباراه. وخصوصا يا عم الراجل ده كان زميلك، يا راجل ده كان زميلك ابو الزمل في الملعب، صاحبك كده في الملعب كده، وكنتوا بتلعبوا تتمرنوا مع بعض، بقيت مدرب خلاص نسيته يا راجل. وجود محمد النني في مباراه زي دي وانت مسيطر عليها ما كانش هيكون ضر حاجه، والله كان هيفيدنا. يعني انا كمصري كنت هنبسط ان لاعب مصري بيلعب في فرقه زي دي. على الرغم برضو ان يعني ارسنال انا شايف كده ان هي لو لا قدر الله يعني ما خدتش الدوري، فهي
يعني ان شاء الله تبقى مركز تاني مثلا، مش هتبعد. انا شايف ان بالروح اللي موجوده والجو اللي مخلوق ده محتاجه كمان بقى. يا سلام يا سلام لو كريستيانو رونالدو، والله يا ارتيتا هتحلو معاك قوي لو كريستيانو رونالدو بالغل والشغف اللي عنده واثبات الذات، وانه عايز يقول انا اهو مع مجموعه الشباب اللي معاك دي اللي كانت هتقدر تخدم عليه كويس جدا، وهو يخدم عليهم كويس جدا وياخد كمان الاضاءه من عليهم، والنجاح كله يروح ليهم هم، والتركيز الاعلامي يكون معاه هو. صدقني هتكون فايده كبيره جدا لو صفقه زي دي جت عندك في ارسنال يا ارتيتا. ولكن لسه الدوري الانجليزي طويل وما تأملوش، ولسه شايف ان يعني اللعيبه بتاعت ارسنال بتأدي بصوره كويسه، ولكن لسه ما اختبرتش اختبار صعب زي مثلا تواجه السيتي، تقابل بقى الفرق اللي هي الرخمه اللي بتوقع نقط من كل الدوري ديت، زي برايتون، زي وولفرهامبتون. الفرق دي هي اللي الرخمه اللي في الدوري الانجليزي، اللي يعني ممكن تكونش بتنافس على اي حاجه غير انها تتوقع من ده نقط، تكسب ده، تتعادل مع ده. فرق كده ما تعرفش، هي في النص، هي جايه في الدوري الانجليزي هتغتت بس. وبكده اكون انا خلصت كلامي عن مجريات مباراه ارسنال وويست هام. ويعني لو عجبك الفيديو، كان التليفون هيقع لتاني مره، لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، وفعل كمان زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد ناصر، الى اللقاء.